مساء الخير. النهاردة يشرفني إن أقول قدام الجميع في فيديو علني. النهاردة أنا لميت الزبالة خارج بيتي. فعلا أنا لميت النهاردة الزبالة من الشارع وعلني قدام الناس، ويشرفني إن أكون لميت الزبالة. هو ده بيتي، تمام، لكن انا لميت الزبالة خارج بيتي. عارفين انا لميت الزبالة منين؟ لميت الزبالة من ميدان محطة مصر. انا النهاردة مريت على ميدان محطة مصر بالصدفة البحتة، ومن اول النهاردة مريت على ميدان محطة مصر بالصدفة البحتة. لقيت نفسي انا واقف في مكان لما تشوفه ما تقولش ده محطة مصر، تقول مكان تاني اسمه عروسة الجمال أو قصر الجمال. فعلا النهاردة أنا صورت ميدان محطة مصر وهنشره، بس قبل ما انشره حبيت ان اطلع في فيديو شخصي واتكلم مع حضراتكم فيه. بالصراحة شكرا للإيد المحترمة اللي عملت ميدان محطة مصر. لو شفتوا ميدان محطة مصر، وبالتأكيد انتم شفتوه زمان، مختلف خالص عن ميدان محطة مصر دلوقتي. ميدان محطة مصر لما تشوفوه النهاردة هتقولوا ان دي مش محطة مصر، دي عروسة جمال او قصر جمال. فعلا بالصراحة انا مش بجامل حد ولا بنافق حد، الكلام ده مش موجود في قاموسي. ولما انا بقول لكم النهارده انا فعلا لميت الزباله من محطه مصر، انا مش بزايد على حد ولا بقول للناس انا عملت كذا. لا، في رساله مهمه عايز اقولها لحضراتكم، وهي ناس محترمه عملوا المكان ده وجملوه واخرجوا المكان ده في احسن منظر جميل لينا. ده حقنا عليهم، لكن الواجب اللي علينا ليهم ان احنا نشكرهم ونقول لهم شكرا، مش شكرا بالكلام، شكرا بالفعل. يعني ايه شكرا بالفعل؟ ان احنا نحافظ على نظافة المكان ده، ما نرميش فيه ورقة، ما نسبلهوش، ما نرميش فيه زبالة خالص. نحافظ على المكان ده عشان المكان ده يعتبر بيتنا، الشارع بيتنا، اي مكان اخر بنروح فيه ان هو برضه بيتنا. يا ريت نتعامل خارج بيتنا زي احنا بنتعامل في داخل بيتنا. داخل بيتنا بنحافظ على بيتنا. فايه لما احنا نخرج من بيتنا ونحافظ على نظافة الشارع، نحافظ على نظافة المكان، نحافظ على نظافة الميادين كلها. انا بدعوكم من هنا ان حضراتكم تشوفوا روعة وجمال محطة مصر، هتنبهروا بالحاجة المحترمة اللي اتعملت. يبقى رد الفعل من جانبنا ان احنا نقول لهم شكرا بالحفاظ على الجمال ده، بالحفاظ على نظافة المكان، ما نرميش فيه ورق. النهارده وانا بلم الزبالة من الميدان كنت بقول للناس امانة بحملها في رقبتكم الى يوم الدين. لو لقيتوا اي حد بيوسخ المكان ده بيرمي فيه ورقة، قولوا له حرام عليك، عيب. محطة مصر النهاردة مش زي محطة مصر زمان. محطة مصر النهاردة قمة من الجمال، قمة من الرقي، قمة من الحضارة. فعلا النهاردة أنا قلت عليها وهتشوفوها في الفيديوهات اللي هنشرها إن شاء الله. عروسة جمال، قصر الجمال، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. ربنا يبارك في الإيد المحترمة اللي عملت محطة مصر وأخرجتها للشكل الجميل اللي هتبهرنا. أنا واحد من الناس اتبهرت شخصيا، حضراتكم هتتبهروا بمحطة مصر. بالصراحة شكل جميل يليق بينا، يليق بأدميتنا الإنسانية. تمنياتي من الله إن احنا نحافظ على المكان ده. أنا أخشى شيء اللي هو إيه؟ لو فتحوا الميدان الجميل ده الراقي اللي فيه الورود والأزهار، مش هلاقيه من بعد ثانية.
ما ينفعش هو يحط لي في كل مكان امن. فيها ايه ان انا التزم بالتعليمات بدون امن ما يقف يقول لي بلاش تعمل كذا، بلاش تعمل غلط، بلاش ترمي. ليه احنا ما عندناش الثقافه دي ان احنا نعمل الصح بدون ما حد مرشدنا ليه او يوجهنا ليه؟ اتمنى ان احنا كلنا نحافظ على كل شيء جميل، وكل مكان اتطور من سيء الى جميل الى اجمل. فعلا انا بدعوكم تشوفوا محطة مصر الجديدة، محطة مصر الجميلة، محطة مصر الحلوة. الحياة مش كلها حلوة ولا الحياة كلها وحشة، بس الحياة احلى، وهتبقى الحياة جميلة وهتبقى اجمل بايه؟ من ان احنا نحافظ على جمال الحياة الموجود. يا ريت نحافظ على الجمال. هما بسم الله ما شاء الله بيجيبوا كل حاجة جميلة، بلاش احنا نشوه الجمال، نحافظ عليه. هما جابوا وعملوا وتعبوا، واحنا نحافظ على الكلام ده وعلى الشياكة دي. ما ينفعش انا اجيب لك واتعب لك وفي النهاية الاقيك بتشوه الحاجة الجميلة اللي تعبت لك فيها. ما ينفعش. دي اول مرة اتكلم فيها. اتكلمت قبل كده على تجديد السجل المدني الموجود في سموحة، شكل جميل ومبهر ومحترم. النهاردة انا انبهرت بشيء اسمه محطة مصر. محطة مصر زمان كنت بنفر منها، النهاردة مش بنفر منها، النهاردة حابب ادخلها. النهاردة ذهلت وانبهرت بالجمال الموجود في محطة مصر. شكرا. والشكر بتاعنا بيظهر من خلال الافعال ان احنا نحافظ. وقبل ما اختم، كلنا احنا شغالين، كلنا بنشتغل، بس قبل ما تنقط الغير حط نفسك مكانه. بمعنى يعني انت دلوقتي شغال في مكانك، بتعمل شغل مجهود وبتعمل مجهود طيب وشغل حلو، بتتمنى ان انت تسمع كلمة حلوة، سمعهم النهاردة كلمة حلوة عشان هم يستحقوا الكلام الحلو والأحلى ده. شكرا، مع السلامة، تحياتي حاتم أبو عيسى. وبعد شوية إن شاء الله هنزل فيديوهات محطة مصر الجميلة الجديدة، محطة مصر عروسة الجمال، محطة مصر قصر الجمال. أنا منفعل وعندي حماس عشان شيء انبهرت بيه، شيء جميل انبهرت بيه. شكرا، مع تحياتي الشخصية حاتم أبو عيسى.